أهلا بيكم. النهاردة بنفتح ملف قضية غامضة جدا، يعني لغز حقيقي حصل سنة 1935. قصة الأوضة رقم 1046 في فندق الرجل الرئيس في كانساس سيتي. بالظبط، معانا تفاصيل مرعبة ومحيرة عن موت راجل غريب الأطوار في ظروف أقل ما يقال عنها إنها مش طبيعية. ومهمتنا هنا إننا نحاول نفكك الأحداث دي سوا، نشوف إيه الحقائق الغريبة وإيه الأسئلة اللي لغاية دلوقتي ملهاش إجابة. تمام، والبداية زي ما قلتي كانت من أول لحظة وصول النزيل ده للفندق. وصوله كان غريب قوي. فعلا بيوصفوه بأنه راجل طويل وشيك دخل وعرف نفسه باسم رولاند تي أوين. الغريب أنه طلب تحديداً أوضة داخلية في الدور العاشر، الأوضة 1046، ورفض أي مساعدة في شيل شنطته. شنطة واحدة بس، وكانت صغيرة وخفيفة قوي، صح؟ ده لوحده يخلي الواحد يسأل. بالظبط، والناس اللي شافوه قالوا إنه كان باين عليه الارتباك، بيتجنب يبص في وش حد، ولما دخل الأوضة كل اللي كان معاه يعتبر فرشة سنان ومشط ومعجون. بس كده، يعني حاجات قليلة جدا لشخص بالمظهر ده ونازل في فندق. ده كأنه بيخبي حاجة أو مستني حاجة تحصل. أكيد، والسلوك الغريب ده للأسف زاد بسرعة. في أول يوم عاملة النظافة دخلت لقت الأوضة شبه ضلمة وهو قاعد متوتر جدا. سمح لها تدخل بس طلب منها ما تقفلش الباب وهي خارجة. أيوة، طلب غريب جدا. وبعدين في ناس سمعوه بيتكلم في التليفون كلام مش مفهوم، ولما موظف من الفندق حاول يطمن عليه قال له كلام أغرب. الحتة دي مهمة. قال له لا يا دون، مش عايز آكل، أنا مش جعان، وبعدين قفل السكة. وبعدها بشوية قال للموظف أنا مش لوحدي. مين دون ده؟ وهل فعلا كان في حد تاني معاه في الأوضة؟ أسئلة كتير من أول يوم، وده بيزود الغموض. واللي حصل بعد كده بقى عقد الأمور أكتر. صحيح. تاني يوم لقوا ورقة متعلقة على أكرة الباب من بره، مكتوب عليها راجع كمان شوية دون تاني. ده بيأكد إن كان في شخص تاني اسمه دون، أو على الأقل وين كان عايز يوهم الناس بكده. إن في كدمات واضحة على دراعه، وكان شكله متضايق أكتر وقلقان. الأمور كانت بتتصاعد بشكل مخيف. صباح اليوم الثالث موظف الاستقبال جاله تليفون غريب جدا. صوت واطي كده بيحذر، بيقول الأحسن تطلعوا تشوفوا أوضة 1046. وبعدها عملت نظافة تانية، سمعت صوتين جايين من ورا الباب، صوتين مختلفين. واحد منهم يمكن صوت أوين بيقول لأ. كل دي كانت علامات إن في كارثة هتحصل، وفعلا حصلت. صباح اليوم الرابع، إيه اللي حصل؟ التليفون في أوضة 1046 كان بيرن ومحدش بيرد. فالموظف حاول يدخل، لقى الباب مقفول من جوه بالسلسلة. مقفول من جوه بالسلسلة؟ أيوة، وبعد محاولات قدروا يفتحوا الباب بمساعدة الأمن. والمشهد اللي شافوه جوه كان فظيع. يوصف بإيه؟ أوين كان واقع على الأرض عريان تماماً، إيديه ورجليه مربوطين بحبل. الأوضة كلها، الحيطان والأرض والسرير كلها كانت دم. يا لطيف. كان واضح إنه مضروب ومتعذب، طعنات في صدره، كسر في الجمجمة، وعلامات خنق حوالين رقبته، عنف بشع جدا. وهنا بقى يبدأ اللغز الحقيقي اللي حير الكل. إزاي ده يحصل؟ بالظبط. أولاً الباب كان مقفول من جوه بالسلسلة زي ما قلنا. ثانياً ما لقوش أي سلاح في الأوضة، ولا سكينة ولا أي حاجة. تماماً. ثالثاً مفيش أي بصمات في الأوضة غير بصمات أوين نفسه الضحية. التليفون كان متشال من مكانه. كل ده كوم، والكلام اللي قاله أوين وهو بيموت في المستشفى كوم تاني خالص. أيوة، دي أغرب نقطة. يمكن لما سألوه مين اللي عمل فيه كده، همس بصعوبة وقال محدش، أنا وقعت في الحمام وخبطت دماغي. إزاي واحد يقع في الحمام فيتعور كل الإصابات المميتة دي؟ طعنات وكسر وخنق وربط، كلام مش منطقي أبدا. ده بيعمق اللغز أكتر ما بيحله. وتحقيقات بعد كده كشفت مفاجآت زيادة. اسم رولاند تي أوين ده طلع اسم وهمي. أما مين هو؟ الضحية طلع شاب اسمه أرتموس أوجليتري من ولاية ألاباما. والمذهل بقى إن أهله وصلت لهم رسالة مكتوبة بخط إيده بعد أيام من العثور عليه مقتول. إزاي ده ممكن؟ كتبها قبل ما يموت وأجبروه يبعتها ولا إيه؟ محدش عارف، لغز فوق لغز. والقصة ما خلصتش عند كده، ظهرت شخصيات تانية غامضة. واحدة ست مجهولة اتصلت بمكتب دفن الموتى ودفعت مصاريف الجنازة، وبعتت ورد 13 وردة حمراء، ومعاهم كارت مكتوب عليه حب أبدي لويز. مين لويز دي؟ ومين دون؟ شهود تانيين في الفندق قالوا إنهم شافوا أوين مع راجل تاني، ممكن يكون هو دون.
وسمعوا صوت صريخ لوحدة ست من أوضة قريبة في ليلة الحادثة. لكن كل الخيوط دي للأسف ما وصلتش لأي حاجة مؤكدة. وهو ده اللي مخلي القضية دي لغز مستمر، الوحشية نفسها والاستحالة الظاهرية لتفسير اللي حصل. الأسئلة الكبيرة لسه موجودة. إزاي القاتل أو القتلة دخلوا وخرجوا من أوضة مقفولة بالسلسلة من جوه من غير ما يسيبوا أي أثر؟ مين هم دون ولويس دول؟ وإيه علاقتهم بأرتموس الحقيقي؟ فعلا كمية تناقضات وتفاصيل غريبة تخلي أي تفسير صعب. بالظبط. في النهاية قصة الأوضة 1046 بتفضل حكاية مفتوحة، تذكير إن في أسرار ممكن تفضل مدفونة للأبد. ويمكن الفكرة المقلقة اللي نسيب المستمعين يفكروا فيها هي: هل أوين كان عنده حق طول الوقت؟ بمعنى هل فعلا كان في شخص تاني معاه في الأوضة، مش مجرد زائر لكن حد مسيطر وموجود معاه لغاية النهاية؟ لغز مرعب بصراحة.